تا شنو طاري؟ سكينة كلامور حكمت على المحكمة الابتدائية بمراكش ب10 شهور ديال الحبس وغرامة مالية ب500 درهم وما تبقاش تبان في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 3 سنين. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، انا سميتي الزبير الهواري ودي قناة اشنو طاري اللي كتلخص لك وكتعطيك اهم الاخبار ديال اليوم بلا ما تضيع وقتك. قبل ما نبداو ما تنساش انك دير لايك وسبسكرايب. يلا بينا. سكينة كلامور هي صانعة محتوى مؤثرة مغربية تشهرات باللايفات ديالها انها كانت كتبيع الملابس، وخرجت في واحد اللايف اللي بان فيه واحد جزء من المناطق الحساسة ديالها، الشيء اللي خلق واحد جدل كبير. سكينة كلامور من بعد خرجت كتدافع على راسها وكتقول بلي هادشي راه غير ذكاء اصطناعي وغادي ندعي اي واحد كينشر داك الصور وكينشر داك الفيديوهات، ولكن من بعد حاولت انها تهرب من المغرب وتمشي لبرا وشدوها الشرطه في المطار وحكموا عليها ب10 شهور ديال الحبس. سكينة كلامور كان ديجا دخلت الحبس في 2019 2020 في قضيه حمزه مون بيبي. ففي النظر ديالكم واش هاد 10 شهور النافذه واش كتسحقها سكينة كلامور؟ واش كتسحق ايضا هذاك 3 سنين ما تبقاش تبان في مواقع التواصل الاجتماعي؟ قولوا لي وخليوا لي الراي ديالكم. وفاه مفاجئه البرلماني المغربي تحت ظروف واسباب غامضه. يلا عنده 41 عام باقي صغير. تا شنو كتقول؟ تا شنو واقع؟ امين هاشم الشفيق هو كينتمي لحزب الاستقلال ورئيس جماعه المجاطيه اولاد طالب. في الاول كان كيجيه واحد الم تحت الظهر، مشى للسبيطار دار عمليه، نجحات ديك العمليه والحاله الصحيه ديالو بدات في تحسن كبير، ولكن العائله ديالو والمحيط اللي داير به تفاجئوا من بعد انه عنده واحد النزيف حاد ومشاو داو للسبيطار، ولكن من بعد تمت الوفاه ديالو. المشكل هنا اللي طاري وهو انه الوفاه ديالو جات بواحد السرعه كبيره وما عرفوش شنو هو السبب الحقيقي وراها. كاين بعض الفرضيات كتقول بانه تعرض تسمم، كاين بعض الفرضيات كتقول بانه شي واحد بغاها فيه، ولكن باقي ما خرجتش شي تقارير طبيه رسميه كتدل على انه تعرض تسمم ولا تعرض شي حاجه اخرى. حنا باقيين دابا كنتسناو. في النظر ديالكم شنو بان لكم؟ واش مات موته طبيعيه ولا شي واحد فعلا بغاها فيه؟ خبر مفاجئ المغاربه، اكبر صفقه في تاريخ المغرب. ايوب بوعدي قريب ينتقل لفريق مانشستر سيتي بصفقه تعادل ب 100 مليون ديال الدولار. فريق ليل الفرنسي دابا راه هو واصل المفاوضات الاخيره مع مانشستر سيتي، والمبلغ دابا اللي وصلوا ل 100 مليون ديال الدولار، اللي كيتجاوز اغلى صفقه في تاريخ المغرب ديال اشرف حكيمي فاش انتقل من انتر ميلان الى باريس سان جيرمان ب 68 مليون ديال الاورو. ايوب بوعدي بانت الكفاءه ديالو والمهارات ديالو مع فريق ليل الفرنسي، بحيث انه باقي عنده غير 18 عام وكيلعب بواحد الطريقه احترافيه بحال انيستا وتشافي، عنده نظره كبيره للملعب، كيعرف يباسي، عنده كيدريبلي، يعني انسان يعني لاعب ممتاز بما تحمله الكلمه من معنى. وزاد به المهارات ديالو مع المنتخب المغربي في كاس العالم، هذا الشيء اللي خلاه انه يرفع القيمه السوقيه ديالو. في النظر ديالكم واش الى انتقل لمانشستر سيتي هذا غادي يزيد يطلع من المهارات ديالو، غادي يولي لاعب كبير عالمي ومن افضل اللاعبين في العالم؟ القطاع الصحي في المغرب كيعاني من البطاله. تا شنو واقع؟ المفارقه العجيبه هو ان القطاع الصحي في المغرب كيحتاج بزاف ديال الممرضين، يعني فيه خصاص، لكن واحد النائبه برلمانيه كشفت على مجموعه من التقارير اللي صيفطاتهم لوزير الصحه وكتقول ليه باللي ذاك العام بقى 1500 ممرض وممرضه شمور بطاليين ما خدموش، مع العلم بانه القطاع الصحي كيحتاج بزاف ديال الممرضين والمناصب ديال الشغل قليله والمتخرجين كثار. هذا العام المتخرجين ديال القطاع الصحي اللي باقي لحد الان في البطاله 7000 متخرج، يعني اي ما يعادل 8500 بطالي ممرض وممرضه. اقترحات واحد الحل استثنائي هو انه يديروا واحد الكونكور ويخدموا على الاقل 1500 ممرض. دابا التناقض والتنافر المعرفي اللي واقع في القطاع الصحي في المغرب هو انه القطاع الصحي في المغرب كيحتاج، عنده خصاص، كيحتاج بزاف ديال الممرضين، ولكن في نفس الوقت باللي المناصب المتاحه قليله بزاف. يعني كيفاش نقدروا اننا نحلوا هذا المشكل في النظر ديالكم؟ واحد فيديو خلق جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، دار واحد الشخص مشى باسل الرجلين، دار واحد الشيخ صوفي في الزاويه ولا ما عرفت في واحد الموسم، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الناس كيطرحوا مجموعه من التساؤلات. واش حنايا رجعنا لزمن العبوديه؟ كيفاش التصرف واحد كيجي كيبوس الرجلين دار واحد الانسان عادي بحالنا بحالهم؟ واش حنا كنعبدوا الله ولا كنعبدوا الناس؟ واش رجعنا للعصور الجاهليه وحسبي الله ونعم الوكيل؟
ولكن طريقه ابن عجيبه اللي كتنتمي للجماعه الصوفيه كتقول لك بان ديك الطقوس الصوفيه ما فيهاش بوسان الرجلين. يعني هما شدوا واحد مقطع صغير اللي فيه واحد تصرف فردي وجاو بغاو يحكموا على الطقوس كامله، يعني كيدافعوا على راسهم وكيقول لك باللي هذا الشيء راه ما كاينش. هذاك الشخص منه حبا لهذاك الشيخ، يعني كيحبو وعزيز عليه، هو بوحدو مشى باس لي رجليه. يعني هذا الشيء ما كاينش وما كاينش ما مفروضش في الطقوس الصوفيه لانه شي واحد يجي يبوس الرجلين. في النظر ديالكم هذا الدفاع ديال الطريقه ابن عجيبه على هذا الفيديو اللي خلق جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، واش غادي ينهي هذا الجدل ولا عاد ما غادي يزيد فيه؟ الا وصلتي في الاخر ديال الفيديو ما تنساش انك دير لايك وسبسكرايب وتشجعني وتشجع المحتوى الهادف اللي بيه غادي نخليك انك تعرف اخر الاخبار المهمه اللي خاصك تعرف بلا ما تضيع الوقت ديالك وتبقى تصفح الصحف.